أستحلفك بالله أني بريء منك إن دخل وقت الصلاة وأنت تشاهد هذا الفيديو ولم تقم صلاتك بعد. أوقف الفيديو وقم لإقامة صلاتك، ثم عد لي مرة أخرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ ملخص الفيلم يلا نكسب شوية أجر مع بعض. صلوا على رسول الله واستغفروا الله. انت دلوقتي داخل على كليبزو، القعدة بتاعت الناس التقيلة اللي بتحب تتفرج على فيلم كامل وهي رايقة بكوباية شاي ومزاج عالي. هنا بنختصر لك الحكاية من غير ما نبوظها، ونقدم لك اللحظة اللي بخلي قلبك يدق وتقول الله، دي مش قناة، دي حكاية معمولة للعيار التقيل. زي ما بيقول عيسى الوزان، يلا بينا. في نص الليل ميك بيجري في الشوارع وهو مصاب، بيحاول يهرب من الشرطة. بيقع في زقاق ويبدأ يضحك لأنه حاسس إن نهايته قربت. فجأة دمه اللي كان سايح على الأرض بيبدأ يطفو في الهواء، ويظهر له شخص غامض لابس كابيشو. الراجل ده بيقول له أنا ممكن أنقذك بس لازم تديلي ولائك. ميك ما بيبقاش عنده حل تاني فبيوافق، وساعتها الراجل بيستخدم قوته علشان يرفعه من الأرض ويختم الولاء. جسم ميك بيبدأ يلمع وهو بيصرخ من الألم، ولما الشرطة بتوصل أخيرا للزقاق بيلاقوا الدم مرشوش على الحيطان. وبعد لحظات الشوارع كلها بتغرق في فوضى، الناس بتموت في كل حتة على إيدين وحوش، والراجل القامض واقف بيتفرج في هدوء. وجاك بيصرخ من الرعب، والنار بتبتدي تبلع كل حاجة. وساعتها بنكتشف إن ده مش حقيقي، ده رؤية شافها راهب اسمه تشان. تشان بيقوم بسرعة يلم حاجته ويقول لمعلمه إن أبوه المعروف بالنيكرومانسر ويتشين اجى عن الأرض ولازم يتحرك عشان يوقفه. في نفس الوقت جاك وأسرته بيوصلوا بانكوك، المفروض إنهم في أجازة، بس جاك مش بيبطل يرد على تليفونات الشغل. مراته برينج بتزعق له وبتفكره إن العيلة أولى، فبيوعدها إنه هيركز معاهم أكتر، وبيفتكر أيامه لما كان ضابط شرطة في الشارع. بس وهم بيبصوا حواليهم بيكتشفوا إن بنتهم لو اختفت. الزوجين بيبدأوا يدوروا عليها في كل ركن من المدينة، ولما بيجروا شوية بيلاقوها واقفة على كوبري وبتكلم تشان. بيزعقوا لها علشان مشيت لوحدها، وبيروحوا يشكروا تشان إنه اهتم بيها، لكنه بيفاجئهم إنه عارف اسم جاك وشكله من قبل كده. تشان بيقول له إن مقابلاتهم كانت مكتوبة، وإن جاك هو اتولد في الموت تحت قمر الدم، وبيسميه حارس البوابات. وبيحذروا إنه هيواجه تحديات كبيرة وهيخسر كل حاجة، بس جاك بيضحك عليه ويفتكره مجنون ويمشي مع عيلته. بعد كده في المول لو بتوسخ التيشيرت بتاعها وهي بتاكل آيس كريم، فبرينج تاخدها الحمام علشان تغسل لها. في نفس اللحظة ميك بيدخل المول ويخبط في راجل، وبعدين يديه مصاصة وفجأة يطلع سلاح ويقتله. الناس بتتصدم وبتجري، وميك يفضل يضرب نار على الكل، يقتل زباين وموظفين من غير تفكير. الناس بتتزحم عند باب الخروج، بس جاك بيشق طريقه بالعافية علشان يوصل لعيلته، وبيقول لهم يستخبوا في الحمام وهو هيتصرف. الضابط أرات بيوصل وبيبدأ يتحرك جوه المول، وجاك بيمشي بحذر وبيقول للناس يستخبوا. ولما ميك بيتشتت بسبب عروسة فيها دم، جاك بيطلع بالسلاح وبيقول له يرمي سلاحه. ميك مش بيهتز ويمسك العروسة ويكلم جاك بصوت طفولي ويستهزأ بيه لأنه أمريكاني، وبيذكر اسم لو والآيس كريم. جاك بيهدده، لكن ميك يبدأ يضرب نار وجاك يستخبى تاني. جنبهم بنت صغيرة بتحاول تستخدم تليفونها، لكن ميك يقتلها. بره الشرطة والمضافي بيحاصروا المول. جاك بيكلم ميك علشان يشده للكلام، ولما ميك يتشتت جاك يضربه بالنار. ميك يقع على ركبته وأرات بيظهر من وراه، لكن ميك مازال هادي. بيقول لجاك شكرا انك موتني، كده الطقوس اكتملت يا حارس. وفجأة جسمه يولع وينفجر، المبنى كله يهتز، والدخان اللي طالع بيشكل جمجمة بتصرخ، والنار بتنتشر في كل اتجاه في المدينة. برينج تسحب لو من الحمام ويجروا بره، وأتوبيس يفقد السيطرة والناس بتهجم على بعض. حتى واحد من رجال المطافي ماسك سكينة وبيضرب زميله. مفيش حل غير إنهم يرجعوا جوه المول، وهم بيحاولوا يهربوا يشوفوا راجل بيخبط راس واحد تاني في الكاونتر وجثث مرمية. واحد مجنون يظهر فجأة يهجم عليهم، فبرينج تضربه وتخبطه بدراع بلاستيك. بعدها يركبوا السلم الكهربائي، بس يلاقوا مجانين جايين وراهم. برينج تحط لو على الطرف الخارجي تخليها تتزحلق لتحت، وهي تنزل على رجلها وتضرب اللي جايين عليها. لو توصل للدور اللي تحت، وواحد يشدها
فبرينج تضرب واحد وتزق التاني علشان تنقذ بنتها. يجروا يلاقوا باب ورا، وأول ما يخرجوا يلاقوا أتوبيس بيقف والسواق بيتهاجم وتبدأ خناقة. برينج كحاول تهرب ببنتها، لكن العنف والحرائق والأسلحة في كل مكان. بعد جري كتير يستخبوا في سوبر ماركت. تليفون برينج للشغال، فتمشي بحذر وتتجاهل الجثة على الكاونتر علشان تستخدم تليفون المحل، بس هو كمان مش شغال. في اللحظة دي راجل من المجانين يدخل يرمي شوية حاجات ويتأكد من الجثة، وبعدين يبدأ يفتش المكان. لو تضطر تتحرك من مكانها علشان تستخبى، بس لما اللي متخانقين بره يضربوا في الإزاز من بره بتطلع منها شهقة والراجل يكتشفها، ولما بيقرب يهجم عليها برينج تضربه من وراه وتوقعه على الأرض. جاك وأرات بيصحوا من غير ما يفهموا ازاي نجوا من الانفجار، مع انهم كانوا قريبين جدا منه. بيبصوا حواليهم ويلاحظوا ان مفيش جثث خالص. جاك بيشوف شخص واقف قريب منهم، بس اول ما بيرمش بيختفي. أرات بيلاقي بقع دم، بس بيلاحظ ان الدم قديم جدا، وبيسمعوا صوت غريب فبيقرروا يحققوا في الموضوع. وبيلاقوا ست واقفة وماسكة سكينة. أول ما بتلف وشها بيبان عليه ملامح مرعبة، وبتهجم على أرات وبتطعنه لحد ما يموت. جاك بيبدأ يضرب نار عليها، بس الرصاص ما بيأثرش فيها وبتهاجمه هو كمان، فبتبدأ خناقة بينهم. بعد عناء جاك بيضربها على دماغها وبيخليها تفقد الوعي، وبيجري يستخبى، لكن الست بتقوم بسرعة وبتدور عليه، وفجأة أطرافها بتطول وبتنط على السقف وبتبدأ تمشي عليه. جاك بيحاول يتسلل ويتهبى، لكن في الآخر بتلاقيه وبتسحبه من مكانه. بيحاول يضرب نار عليها تاني، بس هي بتخطف السلاح منه وبتحاول تطعنه. جاك في لحظة يأس بيقاومها وبيزقها بعيد عنه وبيجري تاني. بيروح على الحمام بس مش بيلاقي عيلته، وبيفضل يدور عليهم في المول، لكن بيلاحظ ان كل الأكل بايظ. وفجأة الست بتهاجمه تاني، فبيضربها بكرسي وبيحاول يهرب، بس هي بتقفله الطريق، فبياخد شوية أسلاك كانت متعلقة وبيربطها بيها على عمود. بيضربها كذا مرة بس مفيش فايدة، فبيسيبها وبيجري. نرجع لبرينج ولو بيخرجوا من المحل وبيروحوا لمحطة الأتوبيس، والناس هناك لسه بتهاجم بعض. بيحاولوا يتسللوا وسط الزحمة، لكن راجل بيقف في طريقهم، فبيزحفوا تحت أتوبيس عشان يتفادوه. لو بتلاحظ عربية فيها ناس طبيعيين بيشاوروا لهم، فبيستنوا فرصة وبيجروا عليها. السواق بيقول لهم إن الأتوبيس شغال، بس المفاتيح وقعت بره ومفيش حد عنده الجرأة يجيبهم. برينج بتجري بسرعة وتاخد المفاتيح، بس وهي راجعة 2 مجانين بيسحبوها بعيد. لو بتعيط وهي مش قادرة تمسك إيد أمها، لكن في الآخر راكب من الأتوبيس بينزل وبيضرب الرجالة وبيحرر برينج. برينج بترجع لبنتها وبتدي المفاتيح للسواق، وفعلا الأتوبيس بيتحرك وهم شايفين الراجل اللي ساعدهم بيتقتل. بس الأتوبيس ما بيكملش طريقه عشان الطريق مسدود بعربيات مهجورة، فبرينج ولو بيكملوا مشي. بعد شوية بيوصلوا الأوتيل وبيلاقوا جثث هناك كمان، وهم طالعين فوق بيشوفوا راجل بيتخانق مع ست، وبعد كده بيجي ناحيتهم. برينج بتستعمل عربية الشنط وتخبط بيها المهاجمين وبتوقعهم، وبيطلع راجل تاني آخر الطرقة، فبرينج بتكسر إزازة وبتضربه بيها لحد ما هي ولو بيدخلوا أوضتهم أخيرا. بيبصوا من الشباك وبيلاقوا المدينة كلها مولعة. برينج بتحاول تتصل بالتليفون الأرضي بس مفيش شبكة. في المول جاك بيتمشى وبيلاحظ الشاشات كلها بايظة، وللأسف بيكتشف إن الست اللي كان رابطها رجعت وبتدور عليه تاني. بيقف يتفرج عليها وهي بتقرب من حيطة فيها دم كتير وبتعدي من خلالها، فجاك بياخد القرار ويتبعها. الحيطة دي بتطلع بوابة غريبة بتنقله مباشرة لمحطة الأتوبيس واللي شكلها فاضية. بيرفع راسه يلاقي شيطان عملاق فوق المبنى، والوحش بيبدأ يجري وراه ويدمر أي أتوبيس يدوس عليه. جاك بيجري بكل سرعته وسط المدينة، والشيطان بيهدم مباني عشان يلحقه. لما جاك يدخل زقاق بيتزنق ومش قادر يرجع ورا لأن المباني بتقع، وفجأة باب بيتفتح وتشان بيسحبه لجوه المعبد بتاعه. تشان بيشرح له إن هم دلوقتي في عالم تاني اسمه العائق هندرنس، وده عالم ما بين الجنة والنار للنفوس التايهة، وإن جاك موجود هنا عشان يتحاسب على اللي عمله. لما ساعد ميك في إنه يكمل الطقس، جاك فتح بوابة جهنم وساب الشياطين تطلع للأرض، واللي كان بيستغل ميك هو أبو تشان اسمه ويتشيان، وده ساحر أسود قوي جدا وعايز يرجع تاني العالم. وبما إن جاك هو اللي فتح البوابة، يبقى هو الوحيد اللي يقدر يقفلها، وده بيخليه الحارس.
ده قدره من يوم ما اتولد في ليلة قمر دموي، وأمه ماتت في نفس الليلة. بس جاك مش مهتم غير بعيلته، فتشان يقولوا إن قفل البوابة هو اللي هيحمي عيلته، وكمان هينقذ العالم كله. بس لازم يتحركوا بسرعة، لأن الشيطان كل ما ياكل أرواح بيقوى أكتر. أول خطوة إنهم يلاقوا ميك، وهم في الطريق تشان بيحكي له باقي القصة. وتشان زمان كان راهب طماع سرق كتب أستاذه، والكتب دي خربت روحه وخلت جسمه البشري يتحطم، وفي يأسه حاول يلبس جسد ابنه، لكن مراته قطعت الطقس وضربته وروحه اتطردت من الواقع ده. بس المحاولة الفاشلة خلت تشان يعرف حاجات كتير عن امتصاص طاقة الأرواح والتنقل بين العوالم. القصة بتتقطع لما جاك يشوف ست فوق السطح محاصرة من شيطان. تشان بيقولوا ما عندهمش وقت، بس جاك بيجري يساعدها، ولما تشان بيحاول يلحقه شيطان بيمنعه. جاك بيطلع على السطح ومعاه عتلة، بيلاقي شوية شياطين مستنيينه، بحركات سريعة بيضربهم واحد ورا التاني لحد ما يوقعهم كلهم. بعد كده بيقرب من الست اللي لقاها هناك، وبيلاحظ إنها واحدة من ضحايا حادثة المول. الست بتعيط وهي بتفتكر أنا كان نفسي أتكلم معاه قبل ما يحصل كده، كنت خايناه مع أعز أصحابه، ما كنتش أعرف إني هموت كده. جيك بيبدأ يفهم ليه روحها كانت معلقة في النص كده. فجأة شيطان ضخم بيظهر وبيبدأ يهد في المبنى. جاك بيمسك إيدها وبيجري بيها، بس الشيطان بيخطفها ويبلعها. بعد ما الشيطان بيمشي جاك بيرجع يتجمع مع تشان. هي ما كانتش عارفة إنها ماتت. أنا فاكر إن الانفجار بتاع المول كان ضخم، يعني أنا كمان ميت. تشان بيهز راسه، أيوة يا جاك أنت كمان ميت. جاك بينهار وهو بيفكر في مراته وبنته. تشان بيشرح له إنه بقى روح ضايعة علشان كان دايما بيختار شغله على حساب عيلته، بس لسه في أمل، ممكن يرجع للأرض لو استخدم جسد تاني كوعاء. وهم بيكملوا طريقهم في المدينة بيشوفوا شيطان مجنح بيطاردهم، فبيجروا يستخبوا في مبنى، لكن جوه المبنى بيلاقوا شياطين تانية، والمجنح بينزل وراهم على طول. تشان بيبدأ يضربه باستخدام عصايته وفنون القتال اللي عنده، وبيخوفهم كفاية إنهم يبعدوا عنه. جاك وتشان بيجروا فوق لحد ما يوصلوا المسرح مليان شياطين، فبيجروا بكل قوتهم لحد ما يوصلوا لنقطة معينة قدام الشاشة، وهناك تشان بيفتح بوابة. في لحظة الاتنين بيرجعوا للعالم الحقيقي اللي الشياطين مش قادرة تدخله من غير جسد. جاك بيبص في المراية وبيكتشف إنه داخل في جثة أرات، والعملية كانت مؤلمة. تشان بيديله سلاحين، ده مسدس قديم بيطلق رصاص خاص وسكينة مخصوصة. السلاحين الاتنين دول بس اللي يقدروا يقتلوا ميك. في نفس الوقت ميك سيطر على جسم جاك وبيدخل أوضة الفندق اللي فيها برينج. العيلة قلقانة عليه، بس ميك مش عارف يتعامل معاهم، وبيفضل يبص على صورته الحقيقية في المراية. لو بتسأله أسئلة كتير، فميك بيطلع لها العروسة المحروقة من المول. فجأة تليفون الأوضة بيرن، وميك بيرد وهو مبسوط وبيكتب ملاحظات. تشان وجاك بيدخلوا الأوضة، بس مفيش حد فيها غير العروسة. العيلة اختفت. تشان بيلاقي ورقة ملاحظات جنب التليفون، وجاك يسمع صوت لو بتصرخ. بيبص من الشباك يلاقيها عند البسين، فيجري بسرعة من الفندق. برينج ولو بيخافوا منه عشان شايفينه في شكل أرات، واللحظة دي بتخلي ماك يضرب جاك من وراه ويوقعه. ماك يفضل ماسكه وبيقول له إنه هيسرق حياته وعيلته، وبيوصفه إنه أب وزوج فاشل لأنه اختار شغله على حسابهم. جاك يستفزه بالكلام، وأول ما ماك يتحرك جاك يتشقلب ويهرب منه. الاتنين يضربوا بعض بوكسات وركلات، ولما جاك يحاول يستخدم المسدس ميك يشيله منه بسرعة. يقعوا هما الاتنين في البسين، والخناقة تكمل تحت المية. جاك يصوب السكينة، ولما يقرب يطعن ميك برينج ترفع المسدس عليهم. برينج تطلب منهم يوقفوا، وكل واحد يقول إنه جاك الحقيقي. برينج مش عارفة تعمل إيه، ولو تسأل عن الحركة اللي دايما بتعملها مع باباها عشان يوعدها. جاك يعمل الحركة بجسم أرات، فبرينج تضرب النار. للأسف جاك هو اللي اتصاب وروحه تترمي تاني في الهندرانس، وهناك شيطان يعضه. في العالم الحقيقي ميك لسه مستخدم جسم جاك وياخد المسدس من برينج. لو تصرخ وتقول إن ده مش باباها. بوابة دم تظهر على الحيطة، وميك يقول لهم يتبعوه. جان ينقذ روح جاك ولسه معاه الورقة اللي ميك سابها في الأوضة. يكتشفوا إن ميك كان على تواصل مع ويتشين اللي قالوا على مكان طقس بوابة الجحيم. الاتنين يتبعوا التعليمات ويوصلوا لبيت مهجور في الغابة، قدامه نار كبيرة بتحدد مكان البوابة. في نفس الوقت ميك يجيب برينج ولو لنفس المكان، ويلاقي شوية عبدة شياطين منسوسين ومعاهم راجل لابس قناع.
يطلع هو وتشين. الشيطان الكبير لسه موجود، فجاك وتشان يتسللوا بهدوء لحد ما يوصلوا للمكان الصح، وتشان يفتح بوابة جديدة. وتشان بيهلي جسم لو يطير فوق البوابة وبيجهز يقتلها عشان يكمل البوكس اللي هيخليه إله، بس جاك يقطعه وتبدأ الخناقة. العبدة يهجموا على جاك اللي يوريهم مهارات قتالية جامدة، ويستخدم السكينة السحرية يخلص عليهم واحد ورا التاني. ماك يدخل في القتال ويحاول يضرب جاك بالمسدس، بس يتضرب ويتاخد منه. برينج تفلت من الراجل اللي ماسكها وتضربه وتاخد المسدس، تضرب ايد ويشيان قبل ما يطعن لو، بس عبد تاني يهجم عليها ويوقعها. بينج تاخد سكينة من الأرض وتضرب العبد، وجاك يرمي سكينته على راجل تاني كان هيهجم عليها. ماك يكون معاه سكينة ويفضل يطعن جاك لحد ما برينج ترميله المسدس. جاك يضرب ماك بالمسدس وروحه تروح للهندرنس، وهناك الشيطان الكبير يلتهمه فوراً. تشان يظهر قدام ويتشين ويلهيه، وجاك يطعنه من وراه. قبل ما يموت ويتشين يقول إن مفيش طريقة تقفل البوابة غير إن جاك يعبرها. تشان يقول إنه كان بيتمنى يلاقي طريقة تانية بس مفيش. جاك يروح يودع مراته وبنته ويعتذر لهم عشان كان غايب عنهم زمان، ياخد منهم حضن أخير ويمشي ناحية البوابة النارية. أول ما يوصل جاك للبوابة من الناحية التانية جسمه يتحرق والبوابة تتقفل، العالم يرجع طبيعي، وبرينج تاخد لو وتوديها عند جدتها. وبعد فترة ست غريبة تظهر وتستخدم قوتها على البوابة. وبكده ينتهي الجزء الأول من فيلم هوم سويت هوم ريبيرث 2025. ده أكيد مع النهاية دي في جزء تاني. يلا سلام.